فضاء لاحتضان وبسط آراء وأفكار الشباب. النخب الصاعدة، قضايا وملفات آنية بعذور الشباب. النخب الصاعدة، إعداد وتقديم علي خلدة. مساءكم سعيد واهلا بكم الى حلقة جديدة من برنامج النخب الصاعدة. حلقة اليوم سنخصصها لمنظومة القوانين المؤثرة للانتخابات الجماعية 2015 والجدل الدائر حولها في الساحة السياسية بين الحكومة والمعارضة. بعد المصادقة على 3 مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بالجهات وبالجماعات وبالأقاليم والعملات، سيتدرس مجلس الحكومة خلال اجتماعه غدا بحول الله 4 مشاريع مراسم تتحدد بموجبها تواريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجلس المستشارين. هذا الأمر يؤشر على انطلاق العد العكسي للانتخابات الجماعية، والتي تم الإعلان من طرف رئيس الحكومة عن تأجيلها إلى غاية 4 سبتمبر 2015 عوض شهر يونيو، كما تم الإعلان عن ذلك من قبل. التأجيل جاء بعد أخذ ورد وتأخر في المشاورات مع الفرقاء السياسيين وفي عرض مشاريع القوانين التنظيمية لهذه الانتخابات على المسطرة التشريعية حسب الجدول الزمنية التي حددتها الحكومة في مخططها التشريعي في الفترة الممتدة ما بين 2012 و 2015. الشهور قليلة إذن تفصلنا عن أول انتخابات جماعية بعد التصويت على دستور 2011، وأول انتخابات كذلك بعد مرور 3 سنوات على حكومة عبد الإله بن كيران الذي فاز حزبه بالمرتبة الأولى في الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، الحزب الذي يقود الحكومة الحالية. انتخابات يتم التحضير لها في سياق وطني يسده الكثير من التوتر والخلافات بين الحكومة والفرقاء السياسيين حول منهجية الاستعداد وحول مضمون جل مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات وعمالة الأقاليم والجهات ومدى مطابقتها للمقتضيات الجديدة لدستور 2011. توتر وصل حد إعلان كل أحزاب المعارضة مقاطعة أشغال اللجنة المركزية للانتخابات وكل تفريعاتها الجهوية والإقليمية والمحلية. سنحاول إذن في هذه الحلقة أن نسلط الضوء على الخلافات وعلى كل جوانب النقاش الدائر حول موضوع الانتخابات المقبلة، وذلك من خلال محورين. المحور الأول نخصصه لمشاريع القوانين المؤثرة للانتخابات الجماعية، ومحور مقاطعة أحزاب المعارضة للجنة المركزية للانتخابات، وهذه اللجنة ما هي ومما تشكل وما هو دورها. لمناقشة هذا الموضوع معي في الاستوديو الأستاذة أمينة ماء العينين النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، ومعي كذلك الأستاذ سفيان خيرات عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي. ننتظر أن يرافقنا في التحليل والتعليق كذلك عبر الهاتف الأستاذ جعفر العلوي أستاذ القانون بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. وقد أخبرت قبل قليل وهذا مؤسف بأن الأستاذ اعتذر لأن ابنه تعرض إلى حادثة سير. نتمنى أن تكون الأمور بخير إن شاء الله. إذا مساءكم سعيد، وأبدأ معك الأستاذة أمينة ماء العينين. 6 أشهر تفصلنا فقط عن الانتخابات الجماعية والحاصلة لحد الآن 3 مشاريع قوانين تنظيمية ذات أهمية قصوى باعتبارها تصنف في منزلة ثانية بعد الدستور. ما هو الجديد الذي جاءت به هذه المشاريع وكيف تم التحضير لها، خصوصا أن الجدل لرفقها الآن معروف، تابعنا في الصحافة وتابعنا كذلك خلال النقاشات داخل البرلمان. وشكرا أخ علي على الدعوة، شكرا على إثارة هذا الموضوع. حق موضوع الانتخابات اليوم والقوانين ليست القوانين المرتبطة بها، وإنما القوانين المرتبطة بالجماعات الترابية، لأن القوانين التي تسمى في التداول العام في أحيان كثيرة في التداول السياسي بالقوانين الانتخابية هذه مرت مع الحكومة السابقة، فبالتالي ظروف الإعداد للانتخابات من حيث الإعداد التشريعي خصوصا أعتبرها إيجابية جدا، لأن لأول مرة يتم الإعداد لقوانين
يعني مؤثرة للجماعات الترابية، يعني ماشي في أجواء الضغط، وإنما في وقت يعني مناسب. نتذكر جميعا أن 4 قوانين تنظيمية كبيرة جدا ومهيكلة: قانون تنظيم مجلس النواب، قانون تنظيم مجلس المستشارين، وقانون تنظيم الأحزاب السياسية، وقانون تنظيم انتخاب أعضاء المجالس الترابية. هذه كلها مرت في عهد الحكومة السابقة تقريبا في أقل من شهر. وحنا اليوم نتحدث عن جو ديال الإشراك العام ديال مسودات حضرت وأسست النقاش العمومي والنقاش السياسي منذ مدة طويلة. يعني احنا هذه المسودات اليوم اللي أحيلت على البرلمان بشكل رسمي، فأصبحت مشاريع قوانين ديال الجماعة الترابية في مختلف مستوياتها. يعني تعرضت لواحد الأخذ والرد والمداولة والمناقشة مع أحزاب الأغلبية ومع أحزاب المعارضة، وتعدلت لأكثر من صيغة، وبالتالي احنا عندنا اليوم أكثر من صيغة وأكثر من مستوى اللي مرت منها هذه القوانين. فأنا كنقول على المستوى التشريعي خاصة الآن مع تأخير الانتخابات غيكون نقاش في أريحية داخل البرلمان. في 9 من مارس ستبدأ اللجنة الداخلية بتقديم القانون الأول، تقديم ومناقشة القانون الأول، القانون التنظيمي المتعلق بالجهاز. فأنا أتصور بأنه غيكون عندنا مسافة أيضا بالنسبة للبرلمان بمختلف مكوناته أغلبية ومعارضة لنعيد التداول، لأن الآن المسؤولية مسؤولية المشرع، فيما سبق كان تداول سياسي. طبعا التعاقدات السياسية عندها أثر أخلاقي على البرلمانيين باعتبار انتماءاتهم الحزبية، ولكن أتصور بأن غتكون عندنا مسافة أيضا كمشرعين في إطار ممارسة الاختصاصات التشريعية ديالنا أن نعدل وأن نناقش وأن نتداول فيما بيننا الاتحاد بين الأغلبية والمعارضة، بالتأكيد أنه غيكون عندنا هذا الهامش. اللي مطروح الآن يعني المشاريع كما هي الآن. المشاريع الحالية نعم في الشق الثاني من السؤال ديالك، هل استجابت لكل انتظارات الفاعل السياسي؟ أنا غنجاوبك من منطلق حزب العدالة والتنمية، ولو أنه هو الحزب الذي يقود الحكومة. طبعا المسودات الحالية فيها أمور، 3 المشاريع الحالية نعود نتحدث عن مسودات فيها أمور إيجابية كبيرة، وفيها أيضا أمور أخرى كنا يعني دلينا بها في إطار المداولات وسجلناها في المذكرة ديالنا ديال الحزب اللي قسمناها إلى الحكومة، ولم تجد في أحيان كثيرة في نقاط منها يمكن يجيبها النقاش، لم تجد طريقها إلى المشاريع. نتيجة أولا لأن شوف عندك 2 الاختيارات كحكومة سياسية اليوم في إطار الدستور الجديد: إما أنك تتعامل مع القوانين المتعلقة بالجماعة الترابية كقوانين عادية في إطار المسطرة العادية والاختصاص الدستورية من ذلك، ونحطها الحكومة وتجيبها توضعها في مسطرة التشاور العمومي العادية، تحلها في النافذة ديال الأمانة العامة للحكومة، تستمع، يمكن الأحزاب دير فيها المذكرات ديالها وتقدمها وتجيبها للبرلمان وتخضع للمناقشة وتمر من المسطرة العادية وتتم المصادقة عليها بالأغلبية. ولكن الحكومة ما مشاتش في هذا الاتجاه، هذه قوانين تنظيمية. آمنت الحكومة بأنها يجب أن تخضع للتشاور، يمكن التشاور الذي خضع له الدستور لأنها مكملة لها، وفتحت فيها واحد المسار طويل ديال الأخذ والرد والنقاش. وبالتالي هذا التشاور وهذه العصارة ديال المداولة مع الأحزاب السياسية جابت مكاسب. أنا كنعتبر بأن أهم مكاسب فيها هي اليوم الحديث عن ترسيخ جزء كبير مما نقصده بالتدبير الحر، تحول الوصاية إلى رقابة إدارية كما هو منصوص عليها في الدستور. طبعا باقي عندها واحد الآثار يجب أن نناقشها وإحنا مازال في إطار النقاش البرلماني، هذا الشيء غيبرز. عندنا الطرح السياسي اللي أصبح ممنوع، عندنا العزل الحلول الذي أصبح في سلطة القضاء مش في سلطة الرقابة الإدارية، عندنا الطرح السياسي الذي منع، عندنا اعتماد التصويت العلني اللي غيضفي المزيد من الشفافية، عندنا أمور إيجابية كبيرة يعني في المشروع على تمثيلية النساء بالشكل الذي يقبله المجلس الدستوري، لأن هذا نقاش واحد آخر بالنظر إلى اجتهادات القضاء الدستوري في هذا الإطار، فهو يمكن حصر المبادرات التشريعية في هذا المجال، والمجال اللي بقى مفتوح على ضمانات الحكومة، يعني ضمان مراكز النساء في إطار الترشيح. كاينة أمور إيجابية، ولكن أيضا كاينة نقاط اللي سنناضل لأجلها احنا كبرلمانيين يمكن يجيبها النقاش، وأنا أتمنى أنه يوقع فيها توافق بين الأغلبية والمعارضة حتى نستطيع أن نضمنها في الصيغة النهائية للقوانين. أكيد أن هذا كيف أن ممكن تكون نقاط الالتقاء اللي غادي تلتقي أنا كنتمنى النقط اللي احنا كنتمناو أننا نناقشوها ونمروها ونشوفوا غادي نرجع لك. سي سفيان خيرات،
حزب الاتحاد الاشتراكي من الأحزاب البارزة الآن في المعارضة، واللي كيسجل واحد المجموعة ديال المواقف كنتابعوها تقريبا كل أسبوع خصوصا في الجلسات ديال البرلمان. هذه المشاريع القوانين الآن التي ستعرض بشكل رسمي على البرلمان عندكم أكيد عليها مؤاخذات كحزب معارض. شنو اللي كتشوفوا، وخصوصا أنكم عبرتوا أكثر من مرة على التخوف ديالكم كحزب من أنها تأثر على ما سيأتي خصوصا خلال الاقتراعات؟ أولا سي علي شكرا على الاستضافة. غنبغي ندير جوج ديال الملاحظات فيما يتعلق بالقوانين، مشاريع القوانين التنظيمية اللي تتعلق لا بالجهات أو الجماعات الترابية أو العمالات والأقاليم. الملاحظة الأولى هي حول المنهج ديال بلورة هذه النصوص أو المشاريع. على المستوى المنهجية نحن نعتبر على أنه الدستور ديال 2011 أعطى واحد المكانة هامة ومتميزة للجهة وللجماعة الترابية من خلال الباب التاسع، لأنه خصص بابا كاملا لهذا الموضوع، وارتقى بالإطار القانوني المؤثر لها إلى قوانين تنظيمية، أي في مكانة متميزة بالمقارنة مع باقي. فمع الأسف نحن كنا نتمنى على أنه المنهجية ديال إعداد هذه النصوص تكون واحد المنهجية تشاورية كبيرة، لأنه الأمر لا يتعلق فقط، يعني يتعلق بواحد اللبنة أساسية في البناء اللامركزي للدولة. وبالتالي كنا نتمنى على أنه الحكومة أولا تفتح واحد النقاش واسع وكبير حول أي جهوية متقدمة نريد، لأنه الآن يتحدث الدستور عن جهوية متقدمة. بطبيعة الحال مع الأسف غابت هذه المنهجية، ويمكن نقول على أنه المشاورات التي فتحتها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية ما كانتش مشاورات مستوى المطلوب، كانت مشاورات شكلية، بحيث على أنه توصلنا بالمسودات وطلب منا أن نجيب عن هذه المسودات، وبعدها بطبيعة الحال تعقدوا 3 ديال اللقاءات مع وزارة الداخلية، ومن بعد بطبيعة الحال توصلنا بالنصوص، حين على أنه كان الأمر خصو يكون فيه واحد النقاش واسع. ويمكن نعطي واحد الموضوع، نعطي واحد المثال واحد المقارنة. إلى خدينا السنة الفارطة وإلى حدود الساعة مثلا في فرنسا، لأنه كنبقاو جزء كبير منا كنستلهموا واحد العدد ديال القضايا، كان هناك نقاش ولا زال مفتوحا حول التنظيم الترابي الجديد للجمهورية الفرنسية في الوقت اللي بغى يتفتح، لأنه في واحد الإصلاح كبير ديال الجهوية في فرنسا، خاصة تقليص عدد الجهات اللي اليوم تم المصادقة عليه. جاء رئيس الدولة إلى البرلمان وفتح نقاشا واسعا حول هذا الموضوع، وبقى النقاش مستمر لواحد المدة طويلة حول أي تنظيم جديد لتراب الجمهورية. نحن نعتبر على أنه الحكومة كان يجب أن تعتمد منهجية ديال التشاور واسعة، وأن تطرح هذا السؤال العريض: أي جهوية متقدمة نريد في إطار التنزيل الديمقراطي للدستور؟ فهذه الملاحظة الأولى، كان هناك غياب ديال هذه المنهجية التشاركية. الملاحظة الثانية هو أن الدستور يتحدث عن قانون تنظيمي واحد، لا يتحدث عن 3 قوانين تنظيمية، يتحدث عن قانون تنظيمي واحد. لماذا؟ لأنها مرتبطة، لأنها مترابطة. يمكنش يتحدثوا على الجهة بوحدها، وتحدثوا على الجماعات الترابية بوحدها، وتحدثوا على العمالات والأقاليم بوحدها. كاين هناك تداخل ديال الاختصاصات، وبالتالي لماذا تحدث الدستور عن مشروع تنظيمي واحد؟ لأنه بالفعل كاين هناك تداخل في الاشتغال ديال هذه المستويات 3 من التنظيم اللامركزي للدولة. ومع الأسف لقينا على أنه الأمر يتعلق ب3 مشاريع تنظيمية، ومن بعد غادي نجيو ربما نقولوا لماذا أصرت الحكومة على أنه تجزأ هذا القانون التنظيمي إلى 3 قوانين تنظيمية بدلا من قانون تنظيمي واحد. هذا على المستوى المنهجي. على المستوى المضمون يمكن نقول على أنه هذه لأول مرة عندنا قانون تنظيمي حول الجهة، لأنه الدستور ارتقى بالجهة إلى مستوى كبير في التنظيم
المركزي للدوله في التنظيم الترابي ديال المملكه، وبالتالي وتحدث عن قانون تنظيمي للجماعات الترابيه للجهه والجماعات الترابيه. فهذا لاول مره ان هذا القانون التنظيمي لاول مره غيكون عندنا واحد الاطار قانوني يتحدث عن الجهه، وبالتالي اللي قرا لا المسوده ولا المشروع القانون التنظيمي اللي كاين حاليا غيلقى على انه بالفعل تعطات واحد المكانه مهمه للجهه، ولكن مع الاسف ايضا فهذا الارتقاء بالمكانه الجهه ما عكسوش كما يجب وكما كنا نتمنى ان ينص على ذلك مشروع القانون التنظيمي، يعني بالشكل اللي جا فيه في الدستور، بحيث على انه في البنود الاولى ديالو يتحدث الدستور على انه تنظيم الترابي للمملكه مبني على الجهويه المتقدمه، وبالتالي عطى واحد المكانه متميزه للجهه ما عكسوش القانون التنظيمي ديال الجهه. بالنسبه للعمالات والاقاليم ما كاينش واحد تقدم كبير على مستوى المضمون، وربما التقدم الوحيد اللي كاين هو على انه دابا الرئيس ديال المجلس الاقليمي او مجلس العماله ولا امر بالصرف، ما بقى شيء العامل او الوالي هو الامر بالصرف. بالنسبه للجماعات هناك تراجعات كبيره على التجربه الجماعيه اللي عاشها المغرب، وبالتالي يجب ان نميز بين هذه المستويات. على مستوى الجهه نحن امام شيء جديد نناقشوا المضامين ديالو، ونحن نعتبر على انه ما جاش كيعكس المكانه اللي تعطات الجهه في الدستور ديال 2011. بالنسبه للجماعات الترابيه نحن نعتبر على ان هناك تراجعات كبيره وخطيره مع ما ركنه المغرب منذ اول تجربه جماعيه، اي منذ اول ميثاق جماعي ديال 1976. نعطي مثال بسيط على هذا المستوى اللي كيوضح كيف على انه بالفعل كاين تراجع كبير على ما ركنه المغرب خلال هذه السنوات، وهو المتعلق بالاختصاصات. الميثاق الجماعي ديال 76 وكل ما تلاه من تعديلات كان كيعطي الجماعه المحليه الجماعه الترابيه كان كيعطيها اختصاص عام في تدبير شؤون الجماعه، في حين على انه مشروع القانون التنظيمي اليوم حول الجماعات الترابيه يخصص، يعني كيقول ها بماذا يختص، حدد، في حين على انه تاريخيا في المغرب منذ اول تجربه جماعيه منذ الميثاق ديال 76 الاختصاص ديال التدبير الجماعي ديال رئيس المجلس الجماعي وديال المجلس هو اختصاص عام في كل ما يتعلق بالحياه ديال الجماعه، وما جاوش على سبيل الحصر بطبيعه الحال باستثناء الاشياء التي يحددها القانون، لكن خارج المجالات التي يحددها القانون كان هناك اختصاص عام. خلينا نعود نرجع لك أستاذ سفيان. أستاذة أمينة، الآن هذه المشاريع ديال القوانين التنظيمية موجودة، كاين أكيد غادي يكون فيها نقاش في البرلمان في اللجان إلى آخره، غادي يكون المعارضة عندها ملاحظاتها والأغلبية عندها ملاحظاتها، ولكن في نهاية المطاف غادي يتم التصويت على هذه المشاريع ديال القوانين التنظيمية. ولكن أنا بغيت نثير معكم واحد الموضوع أساسي اللي كيتعلق بالناخب المغربي، بالمواطن، لأنه هذا المواطن هو ذاك حلقة أساسية في هذه العملية، هو من سيذهب غدا إلى صناديق الاقتراع، وهو اللي غادي يتدبر الشؤون ديالو الجماعة الترابية. ولا وزارة اللجنة المركزية ديال الانتخابات اللي كيطلعها وزير الداخلية وزير العدل والحريات بلغ قال بأن عدد المسجلين لغاية 19 فبراير بلغ 1,883,361. هذا رقم بغض النظر على واش رقم مهم واش ماشي مهم، واش ما كتشوفوش بأنه هذه النسبة هذه يعني ماشي يعني منسجمة مع النقاش، هذا النقاش العميق والمهم والهام اللي داير حول القوانين هذه المشاريع. أولا تفاعلا مع ما قاله الأخ خيرات ومرتبط بالسؤال ديالك، لأن حينما نتحدث على المرحلة اللي مرت منها المشاريع وهي مسودات ومنحت للأحزاب السياسية باش تعطي فيها آراء، أنا مازال كنتساءل على الدور واش قامت الأحزاب السياسية وهي تعد المذكرات ديالها الجوابية وهي تنخرط في النقاش، الدور ديالها الأساسي في التعريف بالمضامين ديال هذه القوانين التنظيمية باش ما تبقاش نقاش نخبوي
ولكن تنزل ايضا ولا كتنزل عند القواعد الحزبيه اللي تقول فيها الراي ديالها، ومن ثم كتخرج باش تولي يعني في ملك النقاش العمومي المفتوح باش الناس يفهموا. اليوم ملي كتدار ندوات ونقاشات سواء في البرلمان في الجامعات مع الفاعلين السياسيين، دائما كتوجد انه نقاش بقى محصور في واحد الاطار نخبوي. القوانين التنظيميه الجهويه كيسمعها المواطن كيحس بها شي حاجه بعيده عليه، في حين ان العمق ديال هذه القوانين حينما نتحدث على الجهه وكنعطيو هذه المفاهيم الدستوريه، التدبير الحر، مبدا التفريع، مبدا كذا، كيحس المواطن باننا نتحدث عن شيء لا علاقه له به، في حين أن التدبير الشأن الترابي السياسات الترابية إذا لم ترتبط بشكل مباشر بالمواطن يحس بها. اليوم إذا نزلنا عند المغاربة وسولناهم شنو الجديد اللي غيكون مع نظام الجهوية، غنلقانا نسبة قليلة من المواطنين اللي غتعرف شنو. يمكن يسمع شي حاجة، كاينة شي حاجة بارابور الجهة، ولكن ما معنى هذا الشيء الجديد الذي سيأتي كيهتموا به واحد الجزء. وهذه مسؤولية الأحزاب السياسية يجب أن نقر بها. الأحزاب السياسية للأسف الشديد هي مازال حينما تقدم المواقف ديالها الرسمية بخصوص قوانين المفصلية كيكون الرأي ديال في أحيان كثيرة تتداول داخل مكاتبها. طبعا لا أعمم أنا بخصوصية الأحزاب السياسية، ولكن في العموم المشهد الحزبي السياسي عاجز على أنه يجدر هذا النوع ديال النقاشات. الحوار اللي سبق أنا أسأل يعني حقيقة إلى ما كانش هذا المسلسل ديال التشاور المسودات بعض الأحزاب السياسية، نسمعوا الأحزاب السياسية في المذكرات، نديروا معهم اللقاء الأول، نديروا معهم اللقاء الثاني. وأنا على فكرة عندي جدول تفصيلي ديال جميع المقترحات التي أدت بها الأحزاب السياسية اسما، ومن الذي قبل منها والذي لم يقبل، وفيها جزء كبير ديال الأحزاب المعارضة قبل، وجزء كبير المقترحات أغلبية أيضا لم يقبل أو قبل، فكان أخذ ورد. إذا ما كانش هذا هو التشاور، أنا فعلا أتساءل كيفاش ممكن يكون التشاور في المغرب. نفتح نقاش حوار وطني موسع. احنا يلا عندنا النتائج ديال العمل ديال اللجنه الملكيه الاستشاريه اللي ترأسها الاستاذ عمر عزيمه، وكانت حول الجهويه وشاركنا فيها جميعا حوارات جهويه موسعه. اذا فتحنا نقاش موسع كما حصل مع نقاش وطني حول المجتمع المدني، نقاش وطني اصلاح منظومه العداله، كنقولوا كتم مقاطعتها من اجزاء اساسيه من المعارضه. كنقولوا حوارات مكرورات نضيعوا بها الوقت، هذا ماشي وقت الحوار، حنا الخلاصه الطوسيات موجوده والحوارات الدارت. إذا ما درناش هذا الحوار وقلنا بأننا نرصد ما حصلنا عليه من طرف اللي رصدوه الذين قبلنا، لأنه فتحوا حوار وتشاوروا عموميا، استمعوا، عندنا خلاصة حقيقية ما أنتجته اللجنة الاستشارية واستمعت للجميع، ما يمكنش نقفزوا عليه، ولكن نزيدوا نطوروها وفق المستجدات الدستورية الجديدة، لأن حوار كان قبل الدستور. كنقولوا أيضا بأن التشاور محدود. في النهاية يعني كما درتيها اليوم ما يمكنش نقولوا كلمه منصفه، لان هذا التشاور اللي كنهضروا عليه في هذه اللحظه في المغرب، انا بصدق بغيت شي واحد يرسم لي الملامح ديالو باش نعرفوا اي تشاور نريد وشنو هي الملامح ديال هذا التشاور، لان في اعتقادي اكثر حكومه تشاوريه هي هذه الحكومه. والا فنقول لك ان القانون التنظيمي 59/11 متعلق بانتخاب اعضاء المجالس الترابيه، المضمون ديالو القانون الانتخابي الذي حدد في انماط الاقتراع وفي العتبه وفي اللوائح وفي تمثيليه النساء، النقاش ديالو بنفس القدر ديال المفصليه وديال الاهميه ديال هذا. فين كان هذا؟ خضع شي تشاور؟ سمعوا عليه الناس مره في البرلمان بواحد الطريقه وبالاغلبيه؟ انا الحزب ديالي كان في المعارضه وكان حزبا كبير مرفض هذا القانون، اللي على فكره باش نجاوب الاستاذ خيرات على واحد السؤال، انا متفقه معاه 646 احاله على قانون تنظيمي واحد، وحنا كنا من الناس الذين فتحوا ايضا هذا النقاش، ولكن من الذي اختار ان يجزئ هذا الفصل 146 الى قوانين تنظيميه متعدده؟ واش هذه الحكومه؟ راه الحكومه السابقه التي شارك فيها كان فيها الحزب ديال الاستاذ خيرات المحترم، هو اللي اختار هذا الاختيار واخرج قانون تنظيمي 59/11 انتخاب اعضاء المجالس الترابيه وجعله قانون تنظيمي. وبقى الجزء الاخر الذي يشير اليه الفصل 146، فاحنا بدينا مسلسل التجزئه، بمعنى ان المنطق ديال تجزئه قانون تنظيمي واحد الى عده قوانين بدا مع الحكومه السابقه ماشي مع هذه الحكومه. ومع ذلك هذا نقاش دستوري. المساله الاخرى ديال الجهويه، حتى حنا كنا نتمنى، عرفتي دابا السي خيرات يتمنى، حتى حنا كنا نتمنى. انا نقول لك بان نوع الالتفاف الذي وقع على الاقتراع العام المباشر، احنا كنا كنفهموا بالدستور الجديد، المنطق ديال الدستور الجديد ان رئيس الجهه سينتخب بانتخاب الاقتراع العام المباشر وفق المستجد الدستوري. شكون اللي التف على هذا المقتضى وجعلنا كنعاودوا عاوتاني كنرجعوا لنفس المسلسل الذي يفقد الانتخابات من المعنى ديالها؟ للاسف الشديد الحكومه السابقه، وانا كنقول لك بان واش قانون تنظيمي 59/11
السياسيه كدير حمله كنخرجوا الناس كيصوتوا على لائحه كيقصيوها وكيعطيو للائحه شبه اغلبيه وكيجيو من الغد لي كيلقاو الرئيس من لائحه ممكن يطلع الرئيس بوحده واحد ولا جوج ولا ثلاثه ويلقاو كيترأس. فكنا كنخصنا مادام الدستور فتح باب الاقتراع المباشر نلقاو. وانا كنقول بان من ضمن التعديلات اللي كنتمنى اليوم اننا نتوافقوا عليها اذا كانت عندنا فعلا الجرأه باش ننزلوا مقتضيات الدستور هو ان نضمن في القانون التنظيمي الجماعات هذا المقتضى ونعرفوا الرئيس منين غيجي. اما ان ياتي من اللائحه الاولى التي تتصدر خوفا من شكون واش حزب واحد هو اللي غيترأس جوج احزاب لان الهواجس الانتخابيه حاصله عند الاحزاب السياسيه للاسف الشديد في لحظه التشريع ما كترجعش فقط للمنطق الدستوري ومنطق التمثيل كل واحد كيحسب لراسو. على الاقل نعطيو لهذه الانتخابات معنى، على الاقل نديروا نسبه معينه. ما يمكنش لائحه انا لا اريد ان اذكر بنماذج ديال 2009 اللي كانت فيها الاحزاب السياسيه حصلت على مقعدين وثلاث مقاعد وترقصت مجالس مع احزاب اخرى عندها 19 و 20 مقعد. الفكره واضحه. بغيت نعرج لك على باش نختم هذا التدخل التسجيل في اللوائح الانتخابيه. النسبه غير مقنعه كنا ننتظر الاكثر ولكن مع ذلك الافضل ما تحقق لحد الان في اطار الحملات التي دارت باش تسجيل في اللوائح الانتخابيه. انا كنرجع هنا لمسؤوليه الاحزاب السياسيه حصرا. انا ما نبغيش، انا كنحيي المجهود اللي دارت الحزب ديالي والشبيبه ديالي طبعا يمكن حتى الاحزاب الاخرى هذا، ولكن مع ذلك الاحزاب السياسيه يجب ان تسائل نفسها بان هذه الوقت الذي نشن فيه هجوما كبيرا على الحكومه هذه ماشي مسؤوليه الحكومه بوحدها، هذه مسؤوليه الاحزاب السياسيه انها تخرج وتقنع الناس. وهذه النسبه كتدل على انه مازال عندنا عمل ممكن يدار. بالنسبه لمقاطعه اللجنه انا بحق باقي ما ساهمتش. لا مازال عاد نطرح انا عاد نطرح ولكن على المستوى القانوني مفهومش، على المستوى السياسي انا فاهمها على اي حال. ولكن قبل ذلك انا كيظهر لي يعني المسؤوليه الاحزاب غادي تزيد تكبر باللي غادي نشوفوا او غادي تزيد تعقد الا شفنا النسبه ديال المشاركه في الانتخابات، لانه هذا الرقم دابا اللي تعطى ديال 1,883,000 هو رقم ديال الناس اللي تسجلوا، ولكن ماشي كلهم غادي يمشيو يشاركوا في الانتخابات، وبالتالي غادي يزيد ينقص العدد ديال الناس اللي معنيين بالانتخابات الجماعيه في المغرب. سي سفيان، احزاب المعارضه كانت رفضت اللجنه المركزيه للانتخابات اللي كيترأسها وزير الداخليه ووزير العدل والحريات، وقالت بانه في بلاغ ديالها بانه لا سند قانوني لها وبانها لا تحترم الدستور ولا تلتزم بما ورد في التوجيهات الملكيه التي اكدت ضروره احترام القوانين الجاري بها العمل. ملي كنقولوا هذه اللجنه لا ما عندهاش سند قانوني ولا تحترم الدستور، شنو المقصود بهذه القضيه؟ والاحزاب المعارضه خصوصا بالنسبه لكم انتم ابتعاد شركي واش ممكن تمشيوا للمقاطعه ديال اللجنه يعني بشكل نهائي؟ قبل ما نجاوبك السي علي على هذا السؤال غادي تبغي تفاعل مع توضيح فقط تفضل. وهو المتعلق بمطابقه الزمن السياسي الحالي للزمن الدستوري. الحكومه اللي جا في ظلها القانون 59/11 هي كانت تقريبا بمثابه حكومه تصريف اعمال، كاين على انه المسؤوليه السياسيه لتنزيل الدستور يقع على عاتق الحكومه اللي منبثقه على صناديق الاقتراع ديال 2011 وهي اللي كيتحمل فيها حزب العداله والتنميه المسؤوليه. صعيب على انه نتنصل من هذه المسؤوليه بدعوى على انه القانون صدر يعني في واحد الفتره الكل يعرف على انه كانت فتره ديال التحضير لانتخابات مقبله، يعني كانت في مرحله ديال تصريف الاعمال والكل كان كيعرف بانه الدوره السياسيه رسالات، وبالتالي ماشي مسؤوليه الحكومه السابقه في التجزئ ديال المشروع ديال القانون التنظيمي المتعلق بالجماعه الترابيه، هو مسؤوليه مباشره للحكومه الحاليه لانها جات 3 ديال المشاريع قوانين تنظيميه. هذا فقط غير التوضيح. بالنسبه للمساله ديال مقاطعه اللجنه المركزيه للانتخابات راه خصنا ننتبهوا لجوج ديال الاشياء. راه كاين واحد القانون للاشراف على الانتخابات، ما قامت به الحكومه شنو وقع؟ ما وقع هو انه تم استدعاء
الأحزاب ديال المعارضة لوزارة الداخلية من طرف وزيري الداخلية والعدل. وخلال ذاك الاجتماع تفاجئوا على أنه الأمر يتعلق بتشكيل لجنة مركزية. فوجئنا على أنه الأمر يتعلق بتشكيل لجنة مركزية للانتخابات ومتفرع عنها لجان إقليمية على المستوى المركزي يشرف عليها وزيري الداخلية والعدل، وعلى المستوى المحلي بطبيعة الحال الولاة ووكلاء الملك أو الوكلاء العامين الملك. فتساءلنا شنو الإطار القانوني، واش كاين شنو الإطار القانوني، لماذا تم خلق هذه اللجنة المركزية؟ هل خلقت في إطار القانون؟ كنعرفوا على أنه لم تخلق في إطار القانون. ما حتى قانون مشى للبرلمان اللي خلق هذه اللجنة، هذا مع العلم على أنه راه كاين واحد القانون آخر راه مازال سالي مفعول ديال 1997. واش تخلقات بمقتضى السلطة التنظيمية اللي عند رئيس الحكومة؟ مرسوم قرار، ما لقينا، ما كاين حتى ما كاين حتى سند قانوني لخلق هذه اللجنة. اللي نبغي ننبه ليه أيضا في هذا الجانب هو أنه القانون ديال 97 المنظم للإشراف على الانتخابات واللي كان كيعطي سلطة الإشراف للرئيس الأول ديال المجلس الأعلى وبطبيعة الحال القضاة، هذا القانون جاء من بعد كاستجابة المطلب ديال المعارضة، استجابة ماشي كلية بطبيعة الحال. هناك الكثير ما يقال عن هذا القانون وعن الإشراف على الانتخابات في المراحل السابقة، ولكن على الأقل جا باش يقول ودي رغم وضع حد، لأنه الكل كان يتحدث عن التزوير والكل كان كيعرف على أنه كانت واحد المرحلة ديال التزوير، وبالتالي جا باش يعطي واحد الآلية قانونية ويبعد الحكومة وزارة الداخلية آنذاك على الإشراف على الانتخاب. فما كنا نتمنى على أنه في ظل الدستور ديال 2011 وفي هذه المرحلة اللي كيعيش المغرب أنهم نتقدموا خطوة إلى الأمام، ماشي نرجعوا للوراء، واللي وزير الداخلية ووزير العدل هم مشرفين على الانتخابات من خلال خلق اللجنة المركزية. أنا قلت ما عندهاش سند قانوني، لا وجود له، ما كاينش لحدود الساعة ما شفناه. وثانيا اللي تشكلوا تراجعا على المكتسبات ديال السابق. لذلك حنا كنا تقدمنا بمقترح قانون رفض بطبيعة الحال من طرف الأغلبية في البرلمان ومن طرف الحكومة، المتعلق بخلق آلية مستقلة للإشراف على الانتخابات. ومع الأسف بطبيعة الحال جبت بالرفض في الوقت اللي كنا نتمناو على أنه بالفعل تكون إرادة عند الحكومة للتقدم إلى الأمام. لذلك قاطعنا هذا اللجنة. نرجع لك، نرفع أذان العشاء ونرجع لك. الحكومة والمعارضة. وقبل أذان العشاء كانت الأستاذ خيرات تجيب عن سؤال السند القانوني والدستوري للجنة المركزية للانتخابات التي يترأسها وزير العدل والداخلية. أنا بغيت نزيد نسألك سؤال في هذا الإطار هذا، واش الأحزاب المعارضة ممكن تمشي لحد مقاطعة الانتخابات إذا ما كانش هناك تفاهم؟ سبق لأحزاب المعارضة أن أصدرت بلاغا عقب ظهور أول مسودة اللي توصلنا بها ديال الجهات. كان هناك بلاغ واضح ديال أحزاب المعارضة بالرابع على أنه مقاطعة الانتخابات هو احتمال وارد، لكن بغيت نوضح على أنه هذا القرار اللي بطبيعة الحال كيتخذ في لحظة معينة بعد استكمال كل الأشواط المتعلقة بتحضير الانتخابات، من بعد واحد التقييم ديال المسار العام ديال تحضير هذه الانتخابات عاد يمكن ناخذ هذا القرار. هو ليس قرارا جاهزا هو يمكن يكون تتويج لواحد المسار كبير لا تبين في لحظة معينة على أنه التحضير كله كان كانت فيه المنهجية معي، يمكن يتم اتخاذ الأستاذ أمينة غادي تبغي تفاعلي أنا، ولكن أنا بغيت نزيدك مع هذا الأمر مسألة أخرى. هو قبل قليل قلت بأن الرقم المسجل بخصوص عدد الناس المسجلين في اللوائح الانتخابية خليل، وهذا الجدل دابا اللي كاين حول هذه اللجنة المركزية
انجازات حقيقيه اليوم كتدل على اننا غادي بافساد الانتخابات باراده سياسيه. هو السؤال اللي بغيت نطرح عليكم. لا هذا هو النقاش، لاننا ملي كتقول لي انا اولا مفاجئ ملي كنسمع بامكانيه مقاطعه الانتخابات ورفع اعداد المعارضه. طبعا هذا اختيار، ولكن انا كنقول هل قرار اتخاذ قرار مقاطعه الانتخابات بالنسبه للاحزاب السياسيه في بلد ما في تجربه ما واش قرار زعما سهل؟ أنا خليني غير نكمل لك. هل هو قرار يبنى على لأنه اختلفنا حول الطريقة التي تدبر بها؟ لأن شنو كيتقال اليوم؟ كيتقال اللجنة المركزية ما عندهاش نص قانوني وحنا هادشي غنناقشوه، ولكن ما كيتقالش أنه حنا نخشى من تلاعب الانتخابات وإفساد الانتخابات لأن الحكومة وأغلبيتها غاديين باش يفسدوا الانتخابات. أنا معتقد هذا الكلام المعارضة اليوم ما تقدش تقوله، ولا كانت المؤشرات ديالو حقيقية وفعليا تبينها لنا، لأن أول من سيواجه عملية إفساد الانتخابات ولا يعني محاولة الالتفاف على النزاهة ديالو والشفافية ديالها هي. أنا كنهضر من موقع حزب العدالة والتنمية، كنقول بالعكس اليوم هناك قوى تخشى أننا نمشيو فعلا نحو انتخابات نزيهة والشفافة، لأن المسار إلى الآن كيدل على أنه إذا مشينا بالإرادة الحالية وانخرطت الأحزاب السياسية فهذه الإرادة قد نصل إلى انتخابات حقيقية نزيهة وشفافة ما يكونش فيها تدخل السلطة، وهذه مسؤولية الحكومة اليوم والإشراف السياسي ديال رئيس الحكومة، ولكن أيضا ما يكونش فيها إفساد الانتخابات من طرف الأحزاب السياسية. أنا ما عرفتش غيتفق معايا الأستاذ سفيان ولا لا، الذي يفسد الانتخابات هو المال السياسي، وأيضا كاين تدخل السلطة. المال السياسي كتعطيه الأحزاب السياسية. إذا ضمننا اليوم أن نحيد هذا العاملين الأساسيين سنصل إلى انتخابات نزيهة وشفافة، هو الذي يخيف. أنا ما نقولش المعارضة كاملة، ولكن أجزاء كبيرة من المعارضة يخيفها أن يصل المغرب إلى انتخابات نزيهة وشفافة، لأن نتساءل واش غتلقى موقعها. لا أنا كنتساءل واش هادو غيلقاو موقعهم غدا في المغرب وفي الساحة السياسية وفي الساحة الحزبية وداخل المؤسسات المنتخبة لو حققنا انتخابات نزيهة وشفافة ومنعنا استعمال المال الحرام واللي هو الاستعانة المعيبة بالأعيان والسطو على بدينا بعودة مظاهر معينة ديال نمشيو نتقداو من عند الأحزاب السياسية ونتخاطبوا لهم. راه بداو الأحزاب السياسية شي مشات مع شي دايور. دابا راه بدات تقاطبات داخل المعارضة وخارجها، وكل واحد حاضر الأعيان ديالو، كل واحد خايف. الآلة بدات عاوتاني كدور، وهذا الشيء هو الذي يخيف أكثر. في حين غنرجع لك المسألة ديال الإشراف على الانتخابات. أولا الإشراف السياسي على الانتخابات من طرف رئيس الحكومة يجب أن نعتبره جميعا مكتب حقيقي، ماشي لأن إلى من كان الآن رئيس حكومة، هذا مكتب بالنسبة لمؤسسة رئيس الحكومة، وإلا إلى من كان غدا ما يكونش رئيس حكومة. إلا بقينا الإشراف السياسي على الانتخابات، وهذا الشيء يحدث في التجارب الأكثر ديمقراطية في العالم، الحكومة برئاسة ديالها وزارة الداخلية هي التي تشرف على الانتخابات، ولكن في إطار قانوني واضح وفي إطار التوازنات ديال العملية السياسية، والكل يراقبها. طبعا ملي كنوصلوا لهذا المستوى اليوم، إذا استطعنا نجيبوا لرئيس الحكومة المنتخب ديمقراطيا هذه سلطة الإشراف على الانتخابات، فهذا مكسب كبير بالنسبة للمغرب يجب أن نعتز به. قبيل الأستاذ قال بأنه الحكومة الحالية ماشي هي الحكومة السابقة، لأننا في ظل دستور جديد، وأنا كنأكد على هذه. حنا في ظل الدستور الجديد ما كنشتغلوش بمنطق الصراع. حنا ما بقاش عندنا اليوم المنطق ديال صراع الحكومة مع وزارة الداخلية وصراع الأحزاب مع وزارة الداخلية، لأنه كنقال ما نعرفش من السابق ضمننا على تتدخل وزارة الداخلية، وكانت دائما وزارة الداخلية تتدخل. تعرف هذيك الإطار القانوني تتحدث عنه الذي لم يفعل يوما، لأن الذي أفشل تحالفات العدالة والتنمية في 2009 في التجربة المالية جدا لعبت فيها الداخلية يعني دور كبير جدا. ثاني الإطار القانوني الذي يتحدث عنه الأستاذ بغى يعطينا على أنه كان مثالي وجات هذه الحكومة اللي تعطيناه باش تجيب آلية جديدة، راه كان في ظله إفساد وكان في ظله تحكم يعني ما نقولش، ولكن كان كارثيا في الانتخابات، خاصة على مستوى بناء تحالفات في المجالس المنتخبة. وحنا سنسهر على أن اليوم هذه التحالفات تمشي في إطار شفاف تعكس الإرادة ديال
باعتبارها وزارة عادية كباقي الوزارات، عندها اختصاص ديالها بحال في العالم كامل، تشرف تدبيريا وتقنيا على إعداد الانتخابات تحت الإشراف السياسي ديالها. لا أنا غنجي لك لهذه النقطة ديال واش تخرق. حنا اللجنة المركزية للانتخابات المعارضة إلى هذه اللحظة ما استطاعتش تثبت أن فيها خرق للقانون، لأن بعد هذا الشيء اللي كيقولوا ليس من مشمولات مجال القانون، واضحة بموجب الفصل 171 من الدستور اللي كيحدد مجالات القانون. حنا ما خرجناش عليه، حنا لازلنا في إطار سلطة التنظيم اللي ما نصش عليه مجال القانون بشكل مباشر. حنا سلطة التنظيم الحكومة، وبالتالي ملي كيكون الإشراف السياسي عند رئيس الحكومة وكيجي كيدير لجنة، لأن ما كنتخيلوش الإشراف السياسي رئيس الحكومة هو اللي راه قاد تعبد إلى ما كنصح الحيوان. لا يسمح لي الحيوان. نعم بمقتضى اش دار هذه اللجنه في إطار سلطة التنظيم. لا اسمح لي سلطة التنظيم ما تتبع. شوف في كل يوم لا ماشي ضروري في كل يوم كتأسس لجان بين وزارية ولجان وزارية كتدبر عملية ما كيشكلها رئيس الحكومة. هذا سلطة التنظيم عنده يمارس بمراسم بقرارات بدون قرارات. هذا الشيء كيدخل في إطار سلطة التنظيم. لا دابا شوف انا غير اسمح لي دابا الاستنزوفية نخرج من إطار، إذا حنا ما بقيناش في خرق للقانون لأننا خرجنا من إطار القانون مشينا لسلطة التنظيم. دابا دخلنا لمستوى آخر من النقاش، هو كيف تدبر الحكومة في إطار سلطتها التنظيمية الاختصاص ديالها، وهذا مش شغالاتنا. شغالات السلطة التنظيمية لا يراقبها البرلمان لأننا من مشمول مجال القانون. أنا عندي واحد سؤال آخر مرتبط بهذا الموضوع. قلتي قبل قليل كاين وزارة الداخلية، كاين هناك توجيه أنها تكون وزارة عادية، ولكن هنا أنا في خلال إعداد هذه الحلقة لا وزارة عادية بقوة الدستور والقانون طبعا، ولكن كاين اللي في تعليقه على إنشاء لجنة فيها وزير الداخلية ووزير العدل ما عمرها ما كانت مقبل، كاين اللي اعتبر بأنه يعني أنه كان التفكير أو كانت الخلفية هي أنه وزير الداخلية ربما واخا هو في الحكومة ومفروض يكون تحت يعني وزير مع رئيس الحكومة، ولكن إضافة وزير العدل معاه في نفس اللجنة. بالعكس هذا من العادي وطبيعي أن اللجان الإدارية اللي كانت كتشرف اليوم بموجب القانون، لأن اللجان التي ينص عليها القانون احترمت هذه الحكومة بحذافيرها. اللجان الإدارية اللي كتلقى التسجيلات، اللي كدير الطعون، اللي كدير الإخبار، تجي منصوص عليها في القانون الخاص بالتسجيل في اللوائح الانتخابية اللي مر من البرلمان وصادق عليه. حنا في الإطار القانوني دخول وزير العدل حنا ملي كنحتاجوا الحكومة عبر وزارة الداخلية هي اللي كتدبر الانتخابات إجرائيا وتقنيا. ملي كيوقع طعن من طرف المرشحين وكذا هما دائما كيلجؤوا لوكيل الملك، بالعكس يعني القضاء والنيابة العامة التي يشرف عليه وزير العدل. أنا في اعتقادي إذا ربحنا اليوم خريطة وزير العدل بقوة في هذه اللجنة في إطار النيابة العامة، وتولي النيابة العامة حاضرة قريبة من المرشحين لتلقي الشكاوى ديالهم ولتباشر التدخل المباشر في الأمور الخروقات المتعلقة بالحملة الانتخابية بالترشيح بالإيداع كذا. بالعكس اللي كانت مطالب من طرف المعارضة في أنه الطعون اللي كتم الترشيحات كانت كتاخذ يعني مسطرة طويلة. اليوم بالعكس ما كنقربوها على يد حال الأمام شفافية. أكيد غادي تبغي تتفاعل مع يعني وزارة بديتي، ولكن أنا بغيت نرجع للمسألة ديال واش هذا الشيء هذا ما كاينش فيه تخوف من نتائج المحتملة للانتخابات، يعني أن هذه النزاهة والشفافية في الانتخابات واش هي تخيف ومن تخيف إلا كان الأمر كذلك؟ اولا عندما يتعلق الامر بتحضير الانتخابات وهذا عمل سياسي راه ما كنبنيوش على اساس النوايا، كل واحد شنو باغي، يبنى على اساس الاليات والشفافيه ديال الاليات القانونيه المتاحه. حنا في الوقت اللي جينا وطرحنا الهيئه المستقله للانتخابات الكل يعلم بطبيعه الحال هناك تجارب ديمقراطيه كبيره التي تشرف فيها وزاره الداخليه، ولكن هناك تجارب اخرى اخرها التجربه التونسيه فيها الهيئه المستقله للاشراف على الانتخابات. حنا في الوقت اللي حطينا هذا المقترح قانون لاننا نصر على ان تكون هناك جميع الاليات القانونيه الضامنه لعمليه شفافيه انتخابيه، فما عرفناش علاش الحكومه رفضت هذا المقترح القانون. ما على انه بالفعل هناك تجارب
وزارة الداخلية. يمكن نقول على أنه راه بعض المرات الإفساد ديال العملية الانتخابية اللي تحدث عليه الأستاذ راه ماشي قرار يؤخذ مركزيا من طرف وزير الداخلية، راه كاين ثقافة لدى السلطة يجب أن نقولها بكل صدق للتلاعب بالعملية الانتخابية. لذلك عندما طرحنا هذه الآلية ديال الهيئة المستقلة لإشراف الانتخابات، فالمفترض على أنه مكونات الأغلبية التي تريد أن تضمن شفافية نزاهة الانتخابات أن تتفاعل مع إيجابيا، وأنها تجاوب معها وتعتبرها في صالح ما دمنا المسألة ليست نوايا، ولكن في الوقت اللي كنحطوا الآليات كنلقاو على أنه الحكومة ترفض. نعطيك مثال تتحدث عن التسجيل في اللوائح الانتخابية. احنا قلنا على أنه غيدار واحد المجهود كبير ونحثوا الناس أن تسجيل في اللوائح الانتخابية، لماذا لم يتم اعتماد السجل ديال البطاقة الوطنية وهو متوفر ويتسجلوا المغاربة تلقائيا بدلا من على أنهم يديروا حملات ديال التحسيس إلى آخره؟ ومع العلم على أن وزارة الداخلية لها ما يكفي من الآليات لصحاح هذيك اللوائح المعتمدة على سجل البطاقة الوطنية. فهذا أيضا ما تفاعلتش مع الحكم. فإذا هناك واحد العدد ديال القضايا اللي شفناها كنلقاو على أنه الحكومة لا تتفاعل هنا بشكل إيجابي. أنا ماشي غنحكم على النية ديال رئيس الحكومة واش باغي انتخابات، واش هو باغي انتخابات نزيهة واش فاهم، لا، أنا أحكم على العمل من خلال الآليات. في الوقت اللي كنوضعوا احنا آليات تجاوب بالرفض، كيف بغيتي لي ما نشككش في المسار ديال العملية الانتخابية وما نقولش على أنه هذا مسار اللي مع الأسف ما كيبينش على أنه هناك نية في أن تكون العملية شفافة ونزيهة. نرجع لمسألة السلطة التنظيمية، هذه مسألة أساسية راه ما يمكنش نتحدثوا عنها. راه في الوقت اللي كنقول اللجنة المركزية ما عندها حتى سند قانوني، لأن ما عندها حتى سند قانوني. شنو تركيزها؟ شنو اختصاصاتها؟ شنو صلاحياتها؟ شنو مدة مجال تدخلها؟ هادشي كله عندما يمارس على أساس السلطة التنظيمية راه خصو يجي واش مرصود، واش قرار، تشوفوا موقع وعنده مصادر كيدوز منها، ماشي فقط أنا غادي ندير اللجنة المركزية للانتخابات لأنني أمارس السلطة التنظيمية. السلطة التنظيمية تمارس من خلال مراسم ومن خلال قرارات وليست من خلال خطط. أنا إذا سمحتي لي سؤال. أنا بغيت نقول لك واحد السؤال. في الحقيقة كنت باغي نختم بسؤال حول التمثيلية ديال المرأة، خصوصا في ضوء دابا الفصل 19 من الدستور اللي كرس من المناطق، ولكن قبل ذلك ما بقاش عندنا له. لا أنا غير بغيت نعلق على الحاجة أن نشكك في الانتخابات، لأن آليات المعارضة اللي كتقترحها المعارضة ترفض، ولذلك هذا مبرر مسوغ باش نشككوا في الانتخابات، لأن الآليات اللي كتقترحها الأغلبية هي اللي ستفسد الانتخابات. أنا غنقول لك بأن اليوم نزاع هذه الانتخابات يجب أن يرفع ممتهنو إفساد الانتخابات داخل الأحزاب السياسية أيديهم على الانتخابات ستكون نزيهة وشفافة. هذه الأولى. المسألة الثانية هو أن الهيئة المستقلة اللي قالها الأستاذ، الهيئة المستقلة في أنظمة دستورية وتضعت في الدستور، فهذا كان ورش كبير باش نجعلوا الإشراف المستقل كآلية دستورية. كاين في الانتخاب في الدستور التونسي، كاين في الدستور الأردني اللي هذه تجارب قريبة منه. وكاين اليوم إذا كانت هذه الآلية التي تم اقتراحها في المعارضة عندها معيبة من حيث الشكل المضمون، يعني أنا نقول لك كانت أخطاء في المقترح اللي جابته المعارضة لدرجة أنه كان كوبي كولي من تجارب لم تغير حتى الأسماء العادية ديال المؤسسات وديال غيرها، وهذه على أي حال كانت فضائح على المستوى التشريعي ما فيها. بس حنايا راه رصدناها داخل البرلمان وقلنا أن هذا القانون بعدا يجب أن يتم تبيئته من هذيك البلاصة منجة باش يدفع البنية المغربية المؤسساتية والقانونية. ولكن أنا في اعتقادي الإشراف السياسي اليوم والتدبير اللي كديروا الحكومة سواء عبر هذه اللجنة المركزية وبحضور الوزارتين معا وبالإشراك اللي كاين ديال الأحزاب السياسية، بقات المعركة اليوم عند الأحزاب السياسية أن يرفع كما قلت المفسدون داخلها والزعماء والبلاطجة والذين يلجأوا إلى كل وسائل اللي غير مشروعة ويديروا صناصيد إلى انتخابات نزيهة وشفافة. بالنسبة لإشراك النساء في نقطة، أنا كنقول بأن الحكومة اللي خلى الهامش الذي تركه له المجلس الدستوري بعد قراره الشهير
المتعلق بتمثيلية النساء راح تم ذاته واضحة، لأن المجلس الدستوري يمكن يمنع مناصب بعينها للنساء، فلن يكون ممكنا. اليوم عندنا الثلث في الجهات، عندنا اللائحة الإضافية في الجماعات، ولكن أن نحصر مناصب بعينها في الهياكل ديال الجماعة الترابية لن يعد ممكنا دستوريا. الإمكانية ديال الترشيح أو حصرهن في إطار الترشيح راها كاينة بآليات بلجان متخصصة في مقاربة النوع وفي المنظفة داخل هذه ما عندناش أقل من دقيقة. أنا متفق مع الأستاذة. لو المفسدين ديال الانتخابات يديروا مع العمليه الانتخابيه غتكون بالفعل عمليه شفافه وكبيره، وهذا اتمنى، ولكن لا اعتقد بانه هذا هو الواقع وماشي هذا اللي غادي يكون. خاصنا نوضعوا الاليات القانونيه، ويجب ان تتوفر الاراده اولا بالمسؤوليات، الاراده ديال الحكومه والاراده ايضا ديال الاحزاب السياسيه الجاده، أن تتوفر الإرادة لضمان شفافية العمل. أنها توفر هذه الإرادة ويكون عندنا المحطات الانتخابية القادمة يعني حدث للانتقال بالمغرب من مرحلة إلى مرحلة أفضل. شكرا لكم.